ارحب فيكم الساده المشاهدين معي بحلقه جديده وتواصل جديد من برنامجنا وبرنامجكم مساحه حوار. اليوم نستكمل حوارنا الذي بدأناه الحلقه اللي طافت. تحدثنا مع المهندس سليمان الخضري رئيس فريق الاستجابه والانقاذ عن دوره في العمل التطوعي واهميه هذه الفرق التطوعيه في انقاذ الاخرين. دعونا اليوم نستكمل معا هذا الحوار. حياك الله مهندس. الله يحييك استاذ. مهندس، يعني انت اللي افهمه منك ان انت 24 ساعه يعني تكون على هيبه الاستعداد وخطه الطوارئ عندك تكون جاهزه. صحيح. يعني انت على وضع الطوارئ. صح بالضبط. احنا حالنا حال رجال الاطفاء، رجال الداخليه، في يعني ان شاء الله نكون احنا مستعدين على مدار 24 ساعه طوال ايام الاسبوع، والعمل كله بدون مقابل. وعلى فكره احنا لنا تعاون وايد كبير مع وزارات الدوله المختلفه، يعني احنا مثلا نتعاون مع الدفاع المدني اللي تابع لوزاره الداخليه، وكذلك نستقبل بعض البلاغات من 112 اللي تتحول عن طريق الاداره العامه للاطفاء، هم لنا في مساعده اي واحد كان محتاج حق اي مساعده. كفريق تطوعي مسجل لديهم رسمي. اي بالضبط. ترى احنا فريق تطوعي، يعني مو يقول لك مثلا والله بس حاطين شعار ومسمى، لا احنا فريق تطوعي تحت مسمى منظمه غير هادفه للربح، في رقم قيد بالشؤون. تبي رقم القيد بعد 113، هذا رقم قيدنا مسجل في وزاره الشؤون، كون ان احنا فريق تطوعي معتمد من الدوله. ممتاز. نعم. البعض يعني لما يشوف المطر والسيول يحب انه يروح يمارس يعني درفتنج ويمارس الاستعراض في البر صح. ويدخل في الاوف رود بسيارته. صحيح. ولكن هو لا يعلم انه بهذه الطريقه يعرض نفسه للخطر، وقد صح. يعرضك انت وفريقك للخطر. صح بالضبط. شلون؟ شوف احنا قاعد نعاني من بعض المواضيع اللي حاصله الحين، واللي بعض الشباب ترى ما يعرفون بعض القوانين الجديده اللي حطوها وزاره الداخليه، وكذلك ممكن يسمونهم شرطه البيئه. حاليا ترى وايد مشددين من هالناحيه، ونوجه لهم كل الشكر والتقدير على القوانين الجديده او القوانين اللي صارت تظهر الحين بالنسبه لهذه المواضيع. يعني قبل مثل ما انتم عارفين اي احد ممكن يغرز بالبحر ويتصل على اي فريق انقاذ، ان كان فريقنا او في العديد من الفرق المختلفه الخاصه في الانقاذ، او انه يدق على مثلا الاداره العامه للاطفاء. تمام. فكان الموضوع جدا سهل، بان شنو والله اتصل على فريق الاستجابه والانقاذ وهم يجون يطلعونا. صحيح. بس الان في قوانين، وحتى احنا قاعد نفكر ان نسوي فيديو قصير مثلا توعوي حق رواد البر، او كذلك حق رواد البحر اللي على الشواطئ او المسنات، ان كانت خاصه او شنو اهم هالقوانين؟ شنو اهم هالقوانين؟ كل ما قربت يم البحر كل ما زادت حجم المخالفه. على فكره مخالفات البيئه اللي يعني من 500 الى 5000 دينار مجرد ان انت تدش بسيارتك على البحر. نعم. او تعمدك في يعني قيام بهذه المخالفه. فدائما حتى الحين لو تلاحظ مثلا بلديه الكويت، وزاره الداخليه، يعني الجهات المختصه في هذه الحدود المعينه اللي حاطينها انه ممنوع تتجاوزها. الحين لو تروح مثلا المنطقه الشماليه راح تلقى دائما حاطين اللي هم الصبات او الخرسانات اللي هو ممنوع انك تتجاوزها. للاسف في بعض الشباب يتجاوز هذه الاماكن اللي حاطين لك اياها، مثلا الجهات الحكوميه حاطين حد لهذه الاماكن، يتجاوزها وبعدين يدق علي. لا انا ما راح اقدر اجيك اساعدك الا بان انا اخذ اذن من وزاره الداخليه 112، ابلغهم ان في مبلغ بلغنا في انه هو مغرز وسيارته ممكن ان يجيها المد ويغرق يعني. بس انا كوني فريق، هم ان انا مرخص، احنا فريق على قولتهم نعمل وفق قوانين الدولة عامة وقوانين المرور خاصة. يعني ما تاخذ الإجراء. أنا ما أروح أطلع أي شخص، لا مثلا سيارة بدون لوحات ما راح أروح أطلعها، أخذ الإذن من وزارة الداخلية 112، أو إن أبلغهم. إحنا عندنا تعاون ما بيننا وبينهم، بأن أنا وصل لي بلاغ سيارة مثلا ما تحمل لوحات، وياما صارت هالمواضيع نبلغهم ويدزون معانا أحد رجال الأمن أو شيء للتدقيق على حالة أو وضع المبلغ اللي هو مقدم لنا البلاغ. يعني قبل يومين وصل لي بلاغ سيارة بالبحر وباقي لها تقريبا نص ساعة ربع ساعة والمد راح ياكل السيارة بالكامل. فاعتذرت منه. شنو رد علي؟ قال لي ايه. قلت له انت راح على فكرة ان بكل الحالات سواء انت بلغت 112 بأن يحولوا لنا البلاغ، تمام، هو العادة يحولوا لنا من الإدارة العامة للإطفاء او من العمليات المركزية نفسهم. فقلت له يعني مجرد ان انت تبلغهم او ان انا ابي اجيك، حتى انا كفريق الاستجابه والانقاذ راح ابلغ وزاره. يعني بكل الحالات احنا لازم نبلغ الجهات المختصه. هو كان رافض ان نبلغ يعني؟ ليش؟ لانه راح ينزل له بسهل مخالفه دايركت. يعني حتى احنا مبلغيننا اي سياره بالبحر لازم تبلغون عنها، لان هذا مرتكب مخالفه، حال اي مخالفه مروريه ترى. وهل تم انقاذه؟ تم انقاذه طبعا. لما احنا نبلغ اروح انقذك، بس اذا انت ما تبيني ابلغ، لا انا ابلغ
ولا هذا، انا ما اقدر اروح. تدري ليش؟ لان راح اطيح انا في مشكله، بان انا شنو كاني ساعدت على عمل مخالفه جسيمه. فهمت قصدي؟ او تسترت على المخالفه. تسترت، اي بالضبط، لان هذا مخالف. حاله حال مثلا اي شيء، مثلا قياده استهتار ورعونه، ما تعتبر مخالفه؟ هذه حالها حال اي مخالفه مروريه، لكن هذه مخالفه تعتبر مخالفه بيئيه. قاعد تشوف ان البعض يتعمد تجاهل هذه القوانين. شوف انا توي جاي بقول لك، في ناس ما تفقه في المكان اللي هي رايحت له، يعني ما تعرف ان هذا المكان ممنوع، واحد. وثاني شيء يتساهل في الامر، يعني مثلا يشوفها هي رمله بس تحت اصبخها، هذا ممكن ان احنا نساعده، اوكي. يعني مثلا يكون ريال كبير، او مثلا واحد، ترى مرات في ناس تحوشهم نوبات سكر، هم يضيعون صدق، يعني مو عارف وين يروح. فهذا اوكي، هذا حاله استثنائيه وحاله خاصه. وحتى لما نبلغ نقول لهم انه مثلا ريال كبير، او مثلا اسره، يعني واحده طالعه مع عيالها وكذي ومضيعه ورايحه، اوكي. بس في فرق، احنا يعني حتى وضعيه البلاغات، يعني احنا ما شاء الله من سنين وبنين شغالين في الانقاذ، اعرف ان هذا اللي داش يتعمد انه يتهور ويدش في هذه الاماكن الخطره، احيانا وفي ناس من العمر مضيعة. يبين احيانا. بالضبط، اي. ترى على فكره يعني ما شاء الله صار عندنا خبره حتى من الاسلوب بالتليفون، انا ادري هذا الولد هل هو متعمد ولا لا. فهمت قصدي؟ بس للاسف قلت لك ثقافه انه في فرق انقاذ او في فريق استجابه والانقاذ انه هو يطلعني، هذه ثقافه خاطئه. بالاول والاخير احنا متطوعين، تمام، قاعد نتطوع بوقتنا وبمالنا وبمجهودنا البدني والى اخره. لكن احنا لما تطوعنا حق مساعده المحتاجين لهذه العمليات الانقاذ، وانه عشان الونشات مثلا الاهليه او اي احد ثاني لا يستغلك بانه يطلب منك مبالغ ماليه. طيب. يعني في ناس الحين مثلا لو انت تتصل على اي واحد، مثلا على فكره ما في شخص متخصص لانقاذ مركبات بالكويت، ما في، يعني بس ممكن الاداره العامه للاطفاء هو تخصصهم الانقاذ. مثلا احنا الفرق التطوعيه لما يقول لك مثلا في الونشات الاهليه يطلب مبالغ ترى خياليه، فاحنا هدفنا ان احنا نساعد الناس انه ما يدفعون هذه المبالغ. لكن مو معناته بان انا والله اني انا اروح اغرز وفي ناس شباب يقعدون يطلعوني، لا، مو هذا هو هدف الفريق. هدف الفريق ان احنا نساعد ونلبي طلب اي احتياج كان وطلب اي مساعده وفق القانون، طبعا وفق قوانين الدوله عامه. ترى على فكره احنا عندنا يعني ورقه دائما ندزها حتى حق المبلغين. يعني انا قبل لا اطلع البلاغ، حتى اذا كان في مكان مو مخالف، مثلا في اي منطقه بريه، ما اروح الا لما ادز له صوره شروط حق البلاغ. لما يدز لي موافق على الشروط، هني انا شنو باشر اجراءات، يروح للعضو. اذا ما وافق على الشروط ما راح نستلم بلاغك ولا نروح. فمن اهم الشروط هذه ان احنا نطبق قوانين الدوله عامه وقوانين المرور خاصه. مثلا لو مركبه بدون لوحات ما راح استلم البلاغ، في اماكن محظوره ما راح استلم البلاغ، عمرك صغير وانت سايق السياره ما راح استلم البلاغ. يعني ساعات يوصل لنا بلاغ مثلا ان احنا والله مغرزين مع السايق، لا، دق لي على ولي امرك انا اتاكد، لانه ممكن انت طالع بدون ما ولي امرك يدري. فترى على فكره احنا وايد دقيقين، يمكن كوني ان انا معلم وايد ادقق على هذه الامور، لكن من باب الحرص بالضبط، وعلى اساس انه هم نحافظ على نفسنا يعني على كاجراء قانوني انا كفريق تطوعي وكمبلغ. طيب شنو اكثر الاخطاء التي يقع بها البعض قبل لا يتصل عليك؟ يعني الكل تشوفه متشابه في حركه مسويها، يزيد الامر تعقيد، ويزيد الامر صعوبه. شنو الاخطاء اللي يسوونها؟ عدم وعي بعض، يعني عدم وعي رواد البر او حتى الشواطئ في كيفيه استخدام الاليه اللي هو راكبها، مثلا المركبه اللي هو راكبها مثلا، يعني سياره فيها كل المواصفات الخاصه بالاوفرود، ومع ذلك يغرز. ليش؟ قله خبره، ما يعرف. وهذا مو عيب، بس شنو، انت لا تروح مكان خطر الا لما انت تسال وتتعلم. ما اعرف غرست في البر تواصل ويانا، بس مو لما انت تهوس على السياره وتدوس بنزين، وحتى وانت مغرز تحاول تطلعها لين ما انت تقعد السياره وتغرقها بالبحر او بالطين، بعدين تدق علينا. لا، احنا اوكي مو مشكله، ان شاء الله انه يكون احنا قد المسؤوليه بان احنا نطلع سيارتك، وعندنا معدات واليات. على فكره احنا عندنا يمكن احد الاليات الخاصه في الجيش الكويتي احنا ماخذينها من عندهم، يعني شريناها، هذه وفرناها على اساس ان احنا نساعد الناس اللي مثلا تكون عالقه سياراتهم وسياراتنا الصغيره ما تقدر تطلعها، عندنا اليه خاصه في هذا الامر. فاشوف احنا يعني لله الحمد تطورنا من موضوع والله ان انا اجهز سياره واساعد الناس الى شراء اليات ومعدات خاصه لعمليات الانقاذ. وعلى فكره يعني من اقوى الشركات اللي موجوده في العالم حفاظا على امن وسلامه الاعضاء، وكذلك المبلغين اللي قاعد يطلبون منا المساعده. وين هذه المعدات يعني الاليات الخاصه فيكم وين تخزنونها؟ اعتقد انها تحتاج مكان. احنا موفرين لنا مزرعه مسوينها مقر حق اعضاء الفريق. نعم. طبعا هذه يعني حتى الناس يقولون انت ليش مثلا مو مسويها بديوانيه؟ نعم. ليش المزرعه؟ انت اعضاء الفريق لازم يكون في بينهم الفه وتقارب ما بينهم وبين بعض. انت قاعد تتكلم لي عن
من 30 الى 45 عضو. لازم هذول الاعضاء كلهم يتعاونون ويشوفون بعض ويصير فيهم ما بينهم ترابط، على اساس ان احنا نستمر في هذه الاعمال التطوعيه اللي قاعد نقوم فيها. يعني هذا المكان او مقر الفريق وضع على فكره في وسائل ترفيهيه مثلا بيبي فوت، في البلاي ستيشن، في البروجيكتور، في مثل السينما صغيره، في ليش انت لازم تخليهم مع بعض، بحيث ان انا نفس ما قلت لك ان احنا نكون اسره واحده في العمل وخارج العمل. ويتحقق شعارك اللي قلته، اللي دش معانا بالفريق ما يطلع ما يطلع. واذا طلع مرده راح يرد، وصدق في ناس طلعت وقاعد تطلب انهم ترد ويردون ان شاء الله. مهندس سليمان الخضري رئيس فريق الاستجابه والانقاذ، كل الشكر والتقدير لك، يعطيك العافيه. الله يعافيك. تشرفت بلقائك، الشرف لي. وان شاء الله يا رب هذا العطاء يمتد، فريقكم يكبر وتساعدون الكل، والحوادث تقل، وايضا هالممارسات الخاطئه من البعض تقل يا رب العالمين. ان شاء الله. اللهم قواك امين. قواك. كل الشكر لك. اذا الساده المشاهدين، وصلنا معكم الى ختام حلقه اليوم، على امل ان نلتقي واياكم بحلقات جديده. الى اللقاء.